استمعوا وشاهدوا قصة رقية. رقية الطفلة العراقية الكربلائية، رقية التي قرر أرعن بتر يدها، رقية ذات الأشهر السبع، رقية التي جاءت إلى المستشفى وليتها لم تأتي، رقية التي اشتكت للدولة العراقية من ألم خفيف فزاد ألمها وقطعوا يدها من الكتف. في القصة التي تحملها رقية علي لا يعرف المرء أي طريقة للبكاء والعويل، أي طريقة يكون الانتقام. أنتم تستمعون وتشاهدون صراخ رقية، وفي تفاصيل قصتها أنها جاءت إلى مستشفى الهندية بألم بسيط، فوضع الممرض المستهتر الذي همه فقط راتبه وضع الحقنة في المكان الخطأ، فأفسدت أوردتها وتورمت يدها، ثم قرر الأطباء بتر يدها، وما أصعبه من ألم. تخيل أن يقطعوا يدك ومن الكتف. القصة يرويها جوار والد رقية. استمعوا لرخص الطفل العراقي وحياة الإنسان العراقي. استمعوا وليستمع المسؤولون في الحكومة العراقية إلى ما يحل بشعبهم من البلايا والرزايا وهم يتصارعون على نهب الوطن. الطفلة أخذوها للمستشفى، عندها التهاب بالأمعاء. اجى المضمد يريد يخلي لها الكانونة خلاها بالغلط لها. والدة الطفلة تقول لها هاي ايد بنتي قامت تورم، يقول لها هاي بقاية قارصتها. ورا شوية بدت تورم أزيد، رجعت له يقول لها شلون احنا نضل حايرين بس بيك وبنتش نضل حايرين؟ شيء ما بيها، يقول لها كل شيء ما بيها، قرصت بقاية هسه وتروح. قالت له صح للدكتور المقيم، يقول لها دكتور مقيم ماكو. الصبح يجي الدكتور اللي يدخلها. نعم. يقول لهم شنو هاي الاختصاص دكتور فرقت. نعم. يقول لها شنو هاي ايد بنتك؟ تقول له اقول له جاي ايدها تورم، يقول لها لا هاي قرصة بقاية. نعم. اذا مستشفى وين نظافتها وين؟ مستشفى الهندية، مستشفى الجمعية. ويعني اكو حالات هواي احنا ولد ولاية ونعرف اكو حالات هواي صايرة مثل هاي او غير هاي. هذا ابني بسبب الاهمال. ابني واحد من الناس. ابني انا واحد من الناس. واني يعني ما سوى تحليلات قال لا اي غير يعرف شنو سبب الورم؟ من وانا اريد من الدكاتره ادوار يصير اعتداء على الدكاتره من بعض اهل المراجعين اهل المرضى، يصير اعتداء يعتصمون الدكاتره كلهم، وانما شلون يعني تآمر لو ما نداوي لو نعتصم. هسه اريد من عندهم اعتصام يعتصمون لاجل هاي الطفله، خلي يبينون الضمير اذا عندهم ضمير حي. ولو انا ما اشمل كل الدكاتره، اكو ناس شرفاء عندنا هنا دكتور حسين محيبس الله شاهد، لا اعرفه ولا شايفه، حتى اذا يوقف قدامي ما شايفه، بس حكي الناس ياخذ 5000 كشفيه. حاربوه كل الدكاتره حاربوا. صحيح. الله لين ياخذ 5000. ما عندنا دكاتره احنا عندنا يعني ايش اقول لك دواعش. المسؤولون في طويريج أيضا لا يعنيهم الأمر، إهمال كبير. رقية هنا تحتسبهم عند الله، فوالدها بلا عمل وأمها ستعيش مكلومة على ابنتها التي يتواطأ الجميع في سبيل عدم إظهار الحق لها. احنا نعتب على كل المسؤولين بطويريج اللي اهمال هاي الطفله اللي امامكم، اللي انبترت ايدها بسبب يعني حتى لو كان مضمد، مع احترامي للمضمد ومهنته شريفه، هي اولا هم يسمون ملائكه الرحمه، وعليه لازم يرحمون الطفل والكبير والصغير والمراه والرجال. يعني هم تروح عليهم الكانوله مؤوته 100%. يعني اي واحد هسه حتى لو مو موظف بالصحه يعرف هاي القضيه، اذا اوتت الكانوله راح تضرب بالعظم. مو وعليه سببها اهمال، واهمال المستشفى المضمدين اللي قائمين على كل علاج هاي الطفله. يعني لو ما وصل الى البتر، يعني وصل للبتر، هاي امامك بتر. أنتم تستمعون وتشاهدون صراخ رقية علي من محافظة كربلاء، ألما على ما حل بها. شأنها شأن كثير من أطفال العراق، لكنها هنا اليوم تحت نظر المسؤولين، تحت نظر وزيرة الصحة التي تتحمل أمانة المسؤولية والتي أقسمت على تحملها. هي الآن أمام يد رقية المبتورة، فإما أن تحاسب وتقف مع أهلها، وإما أن يقف التاريخ يوما شاهدا على عديل حمود الوزيرة التي لم تحرك ساكنا حتى اليوم ولو زيارة إلى أهل الطفلة المسكينة.
رقية تغادر ألعابها وغرفتها المملوءة بالمتعة رغم فقر والدها، فأي حزن يسكن هذا الوالد ورقية قطعت يدها ورميت، تنام على يدها بعد نوبة من الألم الشديد. مع بتر يدها أصبحت حملا ثقيلا على والديها، ولو كانت بنتا لمسؤول ماذا فعل؟ مسؤول هذا لو بنت مسؤول كان انت شفت كثر الزيارات حتى وهذا، ولو بنت مسؤول كم دكتور يوقف على راسه. الفقير ما يعيش بالارض. والله ما حد طببني، والله ما حد طببني، المسؤول يجي يطبون مستشفى كربلاء ما حد طببني، بس من يجي المسؤول اي واحد مسؤول، مو انا ابوها والدتي بهم القضمات ما يطبقوهم، يجي المسؤول يطب وانا قاعد استعلامات، والله ما نقدر ما نطبقها، وين ما يطبقون. هذا مستشفى كربلاء والعالم يجي المسؤول يطبقون. ليست قصة رقية الوحيدة، هناك أيضا طفل آخر غادر الحياة بسبب الإهمال الطبي، وكأن العراقي إن لم يمت بالسيف مات بالخطأ الطبي ولا محاسبة للقتلة. هذا الإهمال الفساد، عدم المحاسبة ماكو، خوف الله ماكو. يعني احنا بعد حتى يمكن المسؤول ما نراجع، اذا نريد ناخذ ذراعنا بدينا ندور. ابو نغم والله العظيم ابو نغم هذا هو ابني هذا ابني واحد مات. يسألونك عن سبب اللعنة التي تطارد العراق وأهله، يسألونك عن كل هذا الدم الذي يسفك، ولا يعلمون أن الظلم عواقبه وخيمة، أن ظلم رقية وغيرها سيلعن المسؤولين ولن يتركهم هم وأبنائهم دون أن يطالهم الموت والبلاء والطاعون، على الأقل من دعوات رقية ووالدها وقت الفجر. هنا رقية تبكي على بتر يدها راجية أن يبتر الله يد كل مسؤول يشاهد ويسمع أنين شكايتها، ولا يحاسب المقصرين المهملين الملعونين من الشعب الطيب المسكين. هنا وهنا فقط يسأل العراقي نفسه إن كان طبيبا أو ممرضا لا أحد سيحاسبه، فمن سيحاسب زمر الفساد وطغمتها في هذا الوطن الجريح المغتصب؟